طيب يا صديقي، وانا بقلب كده لقيت على يلا كورة كاتبين خبر بيقول لك مصدر يصرح ليلا كورة ان اتحاد الكورة استقر بنسبة كبيرة على الاتجاه لمدير فني وطني. ليه؟ بسبب طلبات الأجانب، وأعتقد طلبات الأجانب هتبقى يا إما فلوس أعلى من البادجت بتاعتنا اللي مش متوفرة حاليا، أو لمدة عقد طويلة مع شرط جزائي يذبحنا زي فيتوريا بالظبط. ففي كل الأحوال هيبقى المنتخب خسران، لأن كل واحد فيهم بيجي يقعد معانا حبة حلوين يخسرنا بطولة، ياخد شرط جزائي ويتكل على الله. فمفيش أحسن مدير الفني الوطني أعتقد في الفترة دي. أتمنى اتحاد الكرة يتريث كده واحدة واحدة ويذاكر المديرين الفنيين اللي في مصر، وهما مش كتير اللي هيبقوا متاحين عشان يعمل حاجة. أنا كمحمد أتمنى الفترة الجاية يبقى علي ماهر. علي ماهر راجل عنده فكر، واحدة واحدة ماشيها، وسن صغير، وهياخد المنتخب لحتة